التركيز في المذاكرة بيحتاج للاهتمام بالفاكهة الطبيعية عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعمل عصير الرمان والموز والحليب لتقوية الذاكرة والتركيز. ويلا نعرف معلومة سريعة عن فوائد الرمان. الرمان من الفاكهة المهمة اللي بتساعد في تحسين عمل المخ، وكمان مهمة في زيادة القدرة على التعلم عشان في الرمان مضادات أكسدة. وكمان عايزة أقول لكم إن الرمان بيساعد في سهولة حركة الدم للمخ وبيقلل من فرص الإصابة بالنسيان والزهايمر. ويعتبر في الرمان فيتامين سي المهم في تقوية المناعة وزيادة النشاط في الجسم، وده ليه دور كبير وقت المذاكرة ويساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. وكمان الرمان مهم في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب، فيساعد على تقوية عضلة القلب. وتعتبر فاكهة الرمان مهمة في الوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم عشان في الرمان عنصر الحديد. واخر معلومة عن فوائد فاكهة الرمان انه مهم في القضاء على السموم اللي موجودة في الجسم، وبيساعد في تقوية عمل الجهاز الهضمي وبيسهل عملية الهضم، وده ليه دور كبير في زيادة التركيز وقت المذاكرة. بكده يبقى احنا عرفنا فوائد فاكهة الرمان، واهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. وهنستعمل تاني حاجة في عصير الرمان الموز، عشان الموز من الفاكهة المهمة وقت المذاكرة والدراسة. ويعتبر الموز بيساعد على تحسين نشاط المخ عشان الموز مليان فيتامين بي 6. وكمان عايزة اقول لكم ان الموز بيساعد في تقوية المناعة وزيادة النشاط والطاقة في الجسم، عشان فاكهة الموز مليانة عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن. واخر معلومة عن فوائد فاكهة الموز انه بيساعد في تقليل التوتر والقلق وقت المذاكرة والدراسة، عشان في الموز هرمون السيروتونين وده هرمون السعادة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد فاكهة الموز، واهمها انه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز وقت المذاكرة والدراسة. وهنستعمل تالت حاجة في عصير الرمان والموز مكسرات الكاجو، عشان بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وتعتبر مكسرات الكاجو من المصادر النباتية الغنية بالدهون الصحية، وبيساعد في الحفاظ على صحة المخ. ويعتبر الكاجو مليان عناصر مهمة للمخ زي النحاس والحديد والزنك، ونقص العناصر دي في الجسم بيسبب النسيان والزهايمر. وتعتبر مكسرات الكاجو بتساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، عشان في الكاجو بروتينات نباتية. ويعتبر في الكاجو عنصر النحاس، وده مهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام. واخر معلومة عن مكسرات الكاجو انه بيساعد في التخلص من التوتر والقلق وقت المذاكرة والدراسة، عشان في مكسرات الكاجو فيتامين بي 6. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد مكسرات الكاجو، واهمها انه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز وقت المذاكرة والدراسة. ويلا نعمل عصير الرمان والموز والمكسرات مع بعض، والكمية دي مناسبة لشخص واحد. ويعتبر عصير الرمان والموز مناسب في وجبة الفطار. هنجيب كمية من الرمان ونتأكد ان ما فيهاش رمان بايظ، وبعد كده نحط الرمان في الخلاط بسم الله. وبعد كده نزود عليه نص كوباية مية بسم الله، ونشغل الخلاط. وبعد كده نصفي عصير الرمان، وبعد كده نزود على عصير الرمان صباع موز، ونضيف معلقة مكسرات الكاجو المطحون او اي نوع من المكسرات الموجودة عندنا. وبعد كده نزود على عصير الرمان والموز نص كوباية حليب خالي الدسم او كامل الدسم. بعد كده نزود معلقة عسل ابيض، ونشغل الخلاط. وبكده بقى عصير الرمان والموز والمكسرات بقى جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم في عصير الرمان والموز والمكسرات تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات اكتر عايزين دعم ليكم للقناة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض ازاي